وشايف شينا قاعدة تحت المطر وكئيبة، ففكر يعدي من جنبها، لكنه لاحظ إنها بتعيط، فقرر إنه يقرب منها ويفتح الشمسية عليها ويديها الشمسية ويقول لها علشان ما تتعبيش. وتاني يوم في المدرسة هيرو كان بيعطس جامد بسبب المطر، وفجأة شينا دخلت الفصل وكل الطلبة اتجننوا من جمالها. فهيرو كان بيفكر إزاي ملاك المدرسة دي شاطرة في كل حاجة وبتفضل محافظة على الابتسامة بتاعتها، واستنتج إن مستحيل ملاك زيها يكون مكتئب. هو عارف إن كل العيال اللي معجبين بيها نفسهم يوعدوها، لكن هو باعتباره بطل الأنمي فهو مش زيه، معروفة يعني. ولما بيكون راجع البيت وهو تعبان بيصدم شينا واقفة قدام بابه مستنياه وفي إيدها الشمسية بتاعته، وتقوله إنها بس بتراجع حاجة مش بتاعتها، وتقول إن شكله تعبان جدا. فهيرو قال لها تخليها في حالها، لكن شينا ردت إنها لازم تهتم بعد ما هو ساكنة جنبه. وفي نص الليل صاح ولقى شينا قاعدة بتبص عليه، قالت له إنه نايم بقاله ساعتين، وسألته لو جعلنا إنها عملت له شوربة. فهيرو اتصدم إن حتى في الطبخ شاطرة، وقد لها إن شوية دوا وإنهم هيظبطوه. بس شينا بدأت تديله درس عن أهمية الصحة، ولما اديته الطبق قعد يبصله كده زي اللهبل. هزرت معاه وقالت له إن هو محتاج حد ياكله بإيده، بس هو بيكون مستغرب إنها بتعرف تطبخ، فتقول إنها مهارة أساسية لأي حد عايش لوحده. واقترحت عليه إنه لازم يتعلم الطبخ وينظف أوضته اللي شكلها شبه الزريبة دي. فهي كرمت الموضوع، قعد يمدح في الطبخ بتاعها، بس هي بتقوله إن حتى لو واحد دراعه مكسورة يقدر يعمل شوربة. وبعدها يسألها عن حكاية وقفتها تحت المطر، وقال يمكن عشان اتثبت من 4 حبايب. لكن شينا بسرعة وضحت إنها ما عندهاش حبيب أصلاً، وإن أخلاقها مش بالشكل اللي يخليها تمشي مع أي حد. فهي بيهزر معاها وبيقول لها إنه أكيد عندها طوابير من المعجبين، لكن الكلمة دي وجعتها وقالت له إنها مش حمام عمومي. فهيرو لاحظ أن شينا هرموناتها ضربت، فبسرعة بدأ يعتذر لها، وهي قالت إنها كانت بس بتحاول تصفي دماغها في اليوم ده، واعتذرت برضو إنها خلته يكون عيان مرهق إن كل الولاد اللي حواليه